السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد النهارده. صحيت من النوم، خير اللهم اجعله خير، الولاد عايزين يفطروا، ما لقيتش فطار، ولا لقيت بيض ولا لقيت جبنه ولا لقيت حلاوه ولا لقيت حاجه في التلاجة خالص. انا بقالي من ساعه ما نزلت السوق ونزلت لكم الفيديو اللي فات ده ما روحتش السوق تاني، مش قادره. فطبعا واصلا اليوم ما بيكفيش. ففي حد جنبي بيبيع خضار، فنزلت قلت الحق اجيب حاجه فطار واجيب خضار بالمره، فاكهه، اي فاكهه كده الاقيها وشويه خضار احطهم في التلاجة عشان الحق اليوم من اوله. النهارده ورايا حاجات كتير، عمر عنده تمرين، وفي حاجات البيت بقى، الغسيل والحاجات بتاعه البيت دي المفروض تخلص، وبعدها المفروض هنرجع عشان نذاكر عشان عندنا امتحان بكره. فالنهارده، وهو بصراحه مش النهارده بس، هو انت من ساعه ما بتصحي من النوم لحد ما بتنامي واكن في حد بيجري وراكي وانت بتجري وعايزه تخلصي على طول، عايزه الحق عايزه الحق. الحمد لله، ويعني بننام وبيبقى لسه ورانا حاجات. المهم رحت جبت الجبنه دي وجبت كرتونتين بيض. الجبنه دي بتاعت مزارع دين، انا بحبها قوي لانها لبن طبيعي، ما بحبش اجيب الجبن اللي هي اللي فيها زيت نباتي. وجبت كرتونتين بيض، واحده ابيض واحده بيض احمر، ما اعرفش ايه الفرق ما بينهم، بس قلت اجيب كرتونتين عشان يقعدوا برضو فتره. وجبت الكبيره دي كابوتشي. بصراحه النهارده الخضار كان عند ام احمد، كان بيتكلم. انا لقيت الكابوتشايه كبيره قوي بس وحلوه، فجبت اتنين لان احنا بنحبه قوي. وجبت شويه فلفل بقى وبتنجان وطماطم عشان خاطر يعني لو حابين نخلي البتنجانتين كده بيبقى طعمه حلو. يعني جبت شويه خضار وجبت استفندي، شويه خضار مش كتير، بس قلت اي حاجه في التلاجة عشان الولاد وماشي يومي النهارده. بس النهارده بقى كنا عاملين سمك، كنا طالبين اوردر سمك فيليه وسمك بوري. كانت سمكه بوري كانت كبيره قوي، اول مره اشوف سمكه بوري كده، كانت حوالي 2 كيلو. كان نفسي اصورها لكم بس ما عرفتش، الولاد كانوا هاجمين عليها اكن انا جبت كائن غريب في البيت ومسمينها السمكه العملاقه، وعمالين يعني كان في فرح عليها، فما عرفتش اصورها لكم خالص بصراحه، بس انا كنت شاكه ان هي بوري اصلا، بس الحمد لله طلع طعمها كويس. وجبت بولتي ومكرونه، فروحنا قلنا النهارده هنعمل سمك بقى. بنحب احنا قوي نقلي السمك ده مع ليمون وعيش وسلطه، ما بنحبش نعمل رز، بيبقى عالمي. عملت لهم شويه سلطه، حطيت فيها كل الخضار اللي موجود في البيت، كابوتشي وخضره وجرجير وفلفل الوان وطماطم وخيار وبصل. وكان نفسي اجيب بنجرايه من عند ام احمد ونسيت، لو افتكرتها وانا بعمل السلطه. بس ان شاء الله متعوده المره الجايه. عمر بيقول لكم السلطه كده، السلطه فعلا كانت حلوه جدا. خلصت السلطه وجهزنا الاكل ورحنا عشان نتغدى. عقبال ما خلصت السلطه وخلصنا الاكل ورحنا عشان نتغدى، يا دوبك انا شربت الشاي وانا لابسه عشان الحق اوديه التمرين. اليوم بجد مش عارفه فيه ايه. انا قولوا لي كده، هو اليوم بيبقى انتوا معاكم اليوم زي كده ولا؟ مع ان انا بصحى بدري والله يا جماعه، يعني انا بصحى الساعه 9، مش وساعات بصحى 8:30. النهارده صاحية 7:30، وبرضه اليوم معرفش فيه ايه. هو ظهر مغرب عشاء ورا بعض كده، بيجوا ورا بعض. بس يلا الحمد لله، المهم تمت المهمة بنجاح، وخلصت كل اللي ورايا ووديت عمر التمرين ورجعنا ذاكرنا ونيمته و... وان شاء الله هحضر له بقى حاجة الامتحان. ادعوا لكل الولاد اللي لسه ما خلصوش، ربنا يكمل لهم على خير وينجحهم، والولاد اللي خلصوا برضو ربنا ينجحهم يا رب ويفرحنا بيهم كلهم. ودلوقتي انا كنت جهزت الغدا خلاص، وعايزه بقى بعد ما، وقلت بقى اخليكم اخدكم معايا الصبح شويه عشان بالليل ناويه لكم على ان انا اوريكم لبس العيد. انا جبت لبس العيد للولاد، وانا بحب قوي اجيبه بدري، ده العيش بتاع ماما. أه فهوريكم دلوقتي لبس العيد اللي انا جبته للولاد، وباذن الله لو جبت حاجات تانية جديده برضو هوريها لكم. فطبعا بعد الشاي لازم شاي بنعناع. الشاي بنعناع ده بعد قصدي سوري، بعد السمك بيبقى رهيب. ف يلا بينا نشوف لبس العيد وكملوا معايا الفيديو للآخر. نيجي بقى للبس العيد، كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب، ورمضان كريم، والأيام الجميلة دي اللي بتبقى أنا عن نفسي ببقى مبسوطة جدا فيها. فأنا كل الناس بتحضر تفريزات رمضان، حاجة رمضان، أو يعني الحاجات اللي هي المفروض تتحضر دلوقتي، لكن أنا بحب أجيب لبس العيد للولاد دلوقتي قبل اي حاجه. انا لو ما جبتش لبس العيد للولاد بدري، انا لا بعرف اعمل تفريزات ولا بعرف انضف شقه ولا بيبقى بالي رايق لاي حاجه. اخلص من لبس العيد وابقى ضامنه حاجه ولادي وهي معجباهم وتمام ومية مية، ابدا بقى اروق للشقه وللزينه ولكل حاجه ممكن تتخيلوها. لكن غير كده انا ما بعرفش. قبل ما ابدا اوريكم لبس العيد،
قولولي في الكومنتات مين فيكم زيي وبيحب يجيب لبس العيد بدري بدري قوي كده، وترى ده احسن بالنسبه له ولا لا. انا عن نفسي انا ببقى مبسوطه جدا وانا جايباه في بدري كده. اولا بلاقي اسعار حلوه، بلاقي مقاسات كتير، بلاقي الوان كتير، ببقى براحتي، مش مضغوطه، مش مضطره اشتري. كمان انا بطلت ان انا اشتري من المحلات الحمد لله، بسبب ان انا قست الهدوم طلعت في البيت مش كويسه، حصل حاجه عايزه اروح ارجعها. يعني منهدة كتير وانا معايا 3 اطفال. الموضوع بالنسبه لي بصراحه يعني فوق المستحيل. يعني انا لو هعمل كده انا ممكن اشتري اي حاجه وخلاص لمجرد اني اخلص. وطبعا ده لبس العيد والعيال يعني بيبقوا الولاد فرحانين ومستنيينه، فلازم تبقى حاجه عجباهم ومبسوطين بيها. فعشان كده انا ما بشتريش من محلات، انا بشتري اونلاين. انا التيشيرت ده بصوا قطن، خامته تحفة تحفة، وشكله تحفة، ولونه كمان انا مش عارفة، يمكن لونه كمان مش باين قوي في الكاميرا، هو في الحقيقة احلى كمان من اللون ده الازرق اللي هو الحلو ده. هو ده من LC وكيكي، يعني كمان خامة كويسة. التيشيرت ده انا كنت جايباه في التخفيضات، كان ب 300 وشوية، بس كان نازل عليه سيل 50%، فجايباه ب 100 وشوية، ب 150 160 في الحدود دي. فطبعا سعره تحفة. انا لو نزلت اجيب تيشيرت نص كم خامة اقل من كده بكتير من اي محل هنا في المدينة، عمري ما هجيب الخامة دي، ولا عمري هجيب الاشكال الحلوة دي، ويعني في نفس الوقت حاجة شيك وحلوة وخامتها كويسة. انا طبعا جبت كم زي السنه اللي فاتت، لان طبعا العيد مش هيبقى حر. انا متاكده انه انا حاسه انه هيبقى برد اكتر من العيد اللي فات. على العيد اللي فات كنت جايبه كم بس كنت ملبساهم على فانلة نص كم كده. حاسه ان العيد ده ممكن البس حاجه اتقل تحت التيشيرت ده كمان. بس المهم لما بيبقى كم انا ببقى مرتاحه. بنبقى واخدين معانا جواكت لو خرجنا بالليل، بس الصبح بيبقى الكم مناسب جدا. وكم خريفي، يعني بصوا الخامة قطن خريفي مش مبطنة من جوه، فمش هتضايقه يعني. فجبته الحمد لله عاجبه جدا وحلو قوي ما شاء الله عليه زي القمر فيه، وعاجبه جدا. والحمد لله ده اعتمدناه خلاص وايه وقلنا اوكي. جبت له عليه البنطلون الاسود ده. الاسود مش هيبان في الكاميرا حلو، بس هو بنطلون تحفة، خامته تقيلة وحلوة قوي. البنطلون بصوا من تحت فيه استك، البنطلون مش باين خالص مع الابيض. بصوا من تحت، هحاول احط ايدي كده، في استك. بحب اجيبه هنا من باستك برضو من عند الوسط كده، عشان يبقى سهل عليه، حب يدخل تواليت، حب يعمل حاجة، عمر لسه صغير برضو، فيبقى سهل عليه انه يتعامل معاه. وجيوب بصوا، يعني هنا في جيب وهنا جيب، تفاصيله حلوه قوي وهادي ما فيهوش حاجه خالص. ومن ورا نفس الحكايه. البنطلون ده جايباه ب 300 جنيه، برضو سعره دلوقتي بقى، انا دخلت وشفته 500 وشويه، فانا كنت جايباه ب 300 جنيه. بصوا ومتبطن من جوه وحلو قوي 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 ومريح جدا، وعمر قاسه. ومن ضمن المميزات ان انا بشتري وتجيلي الحاجه في البيت، ابني بيقيسها براحته، روح وتعالى بيها يا عمر، حاول تقعد بيه يا عمر وتشوفه مريح ولا لا. تمام اعتمدناه، مش تمام شكرا مش عايزينه. فبصراحه بالنسبه لي انا ما بقتش اعرف اشتري غير كده خالص. ابقى الحاجه مقتنعه بيها ومبسوطه بيها خلاص، مش مقتنعه بيها يبقى ما عنديش مشكله ان هي ايه، ان انا مش هاخدها. فده البنطلون بتاع عمر. تقولوا لي بقى يا نعمة، من ساعة ما جبتي التوأم ايه العرض اللي لما بتشوفيه بتتبسطي؟ اقول لكم عرض باي 1 جيت 1. الكلمة دي لما بشوفها من ساعة ما بقيت مامي توأم، وانا بقيت بنشكح لما بشوفها. الفستان التحفة ده، الفستان ما ينفعش يتشاف غير هو يعني انا هحط لكم صورته وهو البنت لابساه، لان وهو ملبوس حاجة تانية. فستان بجد شكله حلو جدا وهادي ورايق، وقماشته قطن جميلة ما تحررش الولاد، وبكم عشان برضو ما نبردش. ومن ديفاكتو الفستان حلو جدا يا بجد، حلو قوي 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 قوي. جبت واحد للينا، وجبت طبعا زيه لارا. الفستان ده كان سعره 490 جنيه، كان نازل عليه العرض بتاع باي 1 جيت 1. فجبت الواحد، يعني جبت الاتنين ب 490 جنيه، يعني الواحد ب 200 وشويه. فطبعا ده سعر خزعبلي بالنسبه للفساتين بتاعه الولاد. انا السنه اللي فاتت شفت فيديوهات بعيني الفساتين. بصوا انا عن نفسي، هو طبعا ايه لولا اختلاف الاذواق لبارت السلع، بس انا عن نفسي بحب البس الولاد قطن، الحاجه تبقى قطن
يلعبوا براحتهم، يبقوا مرتاحين. ما بحبش الحاجات اللي فيها ستان، ما بحبش الحاجات اللي فيها شغل كتير، فيها مثلا التول. الحاجات دي بحس انها مناسبة اكتر ممكن لفرح، لكن مش للعيد. انا في العيد بنخرج وبنتبسط وبنلعب، نروح جنينة، نروح ملاهي، نبقى عايزين حاجة طرية وقطن ومريحانا وفي نفس الوقت شكلها حلو علينا وبنت ناس. انا شفت فساتين بجد، كانت السنة اللي فاتت كانت في ناس بتوريها يعني وبتعرضها ب1000 جنيه. الفستان ب1000 جنيه، والله انا مرضى اشتريه ب200 جنيه. فان انا اجيب فستانين زي دول، هحط لكم الصوره بتاعت البنت وهي لابساهم، وعلى لنا ولارا تقريبا نفس الشكل، حلوين جدا ما شاء الله. بصوا من ورا، انا يمكن ما بعرفش افرج قوي لان الفستان فعلا مظلوم، وهو كده الفستان عايز يتشاف وهو ملبوس. بصوا شايفين الحاجات دي مخليه شكله جميل قوي. الفستان ده دلوقتي انا شفت سعره برضو عامل 600 جنيه تقريبا. فانا جبت لهم الفستانين دول وجبت لهم عليهم، لسه واصلني النهارده الكولون ده من LC وكيكي برضو اهو. الكولون الاتنين ب220، ب220 بالظبط. جبتها لهم ابيض عشان هم عايزين كوتشي ابيض. بصوا كولون تقيل ومشته حلوه، قطن برضو مش هيحرر يعني، وفي كده زي نقشه خفيفه. شايفين؟ يا رب تكون باينه بس. حلو قوي برضو، عجبني جدا وطري وجميل. فجبته لهم كل واحد واحد على الفستان. والله لما بشوف لبس العيد، يعني انا لسه عيله تقريبا، اما بشوف لبس العيد بفرح. يعني انا لما بشوف، اما بقعد احضره انا ببقى مبسوطه. انا هبقى اصور لكم ليله العيد انا بعمل ايه، وبعمل للولاد ايه، وبحضر لهم لبسهم ازاي، وبعمل لهم مفاجآت، وبجيب لهم هدايا. بيبقى يوم انا وانا بعمل كده انا ببقى مبسوطه جدا. لسه ما خلصناش لبس العيد طبعا، لسه فاضل الجزم والتوك والشنط واكسسوارات مثلا للبنات، برفان لعمر. يعني لسه في حاجات كده هما بيبقوا عايزينها، بس يعتبر جبنا الحاجات اللي هي ايه اللي انا هشيل همها. كوتشيهات سهله ممكن اجيبها في اي وقت، بدور لو لقيت حاجه مناسبه اجيبها لهم وابقى اوريها لكم برضو. بس فده كان لبس العيد، الحاجات دي. وده كان الفيديو بتاع النهارده. قولوا لي ايه رايكم في اللبس اللي انا جبته، ولبس البنات، الفساتين بتاعت البنات. وباذن الله اشوفكم في فيديو جديد قريب. هتوحشوني. سلام عليكم.